السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ صباح الخير. بجد والله بيبقى في أخبار مستفزة جدًا الواحد بيسمعها. يعني الخبر أمس بتاع إن الأهلي بيتفاوض رامي ربيعة، وإن هو وقّع استمارة عودة رامي ربيعة. طب هو يعني أنا باتمنى من الناس وهي بتقرا الخبر تتفكر في الخبر كده. أولًا رامي ربيعة لاعب من حق نادي العين. دلوقتي لما اجي اتفاوض مع رامي ربيعه ولا مع العين؟ مع العين طبعا، صح. رامي ربيعه بيتقاضى فوق ال 2 مليون يورو مع العين الاماراتي. العين لو فكر يبيع رامي ربيعه هيبيعه بكام؟ ب 500,000، 600,000، 800,000 دولار. تمام. هل انا من واقع ان انا ممكن ارجع واحد لسه ماشيه ببلاش؟ تمام. الخبر التاني بتاع اسامه ابو علي، بيقول لك بيراميدز يفاوض اسامه ابو علي ووقع معاه. أسامة أبو علي هل هو ملك نفسه؟ لا، ده لسه متباع ب 8 مليون دولار. 8 مليون دولار، شايفين الرقم؟ فعشان بيراميدز او اي نادي في مصر يرجعه مش هيدفع اقل من 9 مليون، 10 مليون دولار. فيا جماعه الاخبار المنتشره دي كلها اخبار فقاعات، اشاعات. يعني اتمنى الناس وهي بتقرا الاخبار تتفكر، تقول الخبر ده اشاعه ولا حقيقي ولا مش حقيقي. هو في لعيبه بتتوقع كده من نفسها. يعني رامي ربيعه قدامه لسه لحد 2027 العقد بتاعه ينتهي، قدامه سنتين. هل ممكن يرجع بدون موافقه من نادي العين؟ لا طبعا. هل وسام ابو علي ممكن يرجع بيراميدز او الاهلي بدون موافقه نادي كولومبوس الامريكاني؟ لا طبعا. في عقود، تمام، وفي تفاوض. هل احنا في نادي في مصر يدفع 10 مليون دولار في لاعب؟ لا اظن. يا ريت نتفكر في الاخبار يا جماعه. صباح الفل عليكم جميعا، سلام عليكم.